عليه سؤال. بما تفسر يتم دراسة خصائص السكان. ليه بندرس خصائص السكان؟ سواء ثقافية بقى، سواء لغوية، سواء تركيب عمري، تركيب نوعي. ليه بندرس خصائص السكان؟ ليه الدرس ده معاك في سنة أولى إعدادي، وكان قبل منه في سنة 6 ابتدائي، وكان قبل منه في سنة 5 ابتدائي، ودلوقتي موجود كمان في تانية إعدادي بس في قارتين؟ لما بتسأل نفسك السؤال ده، أنت بتدرس ليه خصائص السكان؟ إجابته هي تعتبر خصائص السكان مقياس بنقيس بيها تقدم الشعوب أو تأخرها. بنقيس بقى يا أستاذة تقدم الشعوب أو تأخرها من خلال التركيب. تركيب نوعي، عمري، لغوي، ثقافي، اقتصادي، صحي. ما هو أنت دلوقتي قعدنا نقول دي الدولة دي متقدمة، عندها أطباء، ودي ما عندهاش أطباء، دي عندها تعليم ودي ما عندهاش تعليم. فكده احنا قسنا تقدم الشعوب أو تأخرها بدرس خصائص السكان. النهارده بناخد آخر حاجة في الخصائص، وهي الخصائص الثقافية، سواء لسكان قارة آسيا أو سواء لسكان قارة أوروبا. طيب، منذ آلاف السنين هنحدد ميعاد الحصة بعد الدرس. ايوه عشان لا يجي بعد كده يعني اصل ايه؟ هو مش هينفع في مش هينفع الصرصرة دي خالص. انا جاي من بدري بس رجعت اجيب الشهر وجيت. لا والله. والله. ماشي. انا جاي هنا ونص كل هم على الاكل الا 5. ماشي. طيب خلاص بقى يا محمد يا حاتم، عشان كفايه تضييع الوقت، عشان كل سنه ولا بعد منكم، وبرضه هم مش ما تبلغوش ان الحصه هتتاخر شويه. فتعالوا نتكلم النهارده في الخصائص الثقافيه. ثقافه الشعوب، هويه الشعوب، الثقافه اللي بتعبر عنها اي شعب. لما يجي يقول لك الشعب ده احنا بنعرفه من الثقافه الفلانيه، من الحضاره الفلانيه، من التاريخ الفلاني. فلو جينا بصينا لقاره اسيا زي ما درسنا في الترم الاول، ان كان على ارضها 6 حضارات: صينيه وهنديه ويمنيه وعراقيه وفينيقيه واسلاميه. 6 حضارات. كل ده كان موجود في قاره اسيا. طيب ايه بيميز الحضاره دي عن الحضاره الثانيه؟ الثقافه. الثقافه مختلفه، العادات والتقاليد مختلفه. يعني عايز تقول لي ان الحضاره الاسلاميه عاداتها وتقاليدها زي الصينيه، زي الهنديه، زي الفينيقيه، زي العراقيه، زي اليمنيه؟ مختلفين، صح؟ يبقى تتميز قارتي اسيا واوروبا بتميز او تنوع الثقافات من الاف السنين، مش من دلوقتي اصلا، من قديم الزمن يا بنتي. من قديم الزمن ومن الاف السنين كانوا متنوعين. ماشي، يبقى دي معلومه ثابته معانا، كده كده سواء في اي قاره بقى تدرسها، خدت اسيا، خدت اوروبا، خدت امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا، اي قاره تعرف ان الثقافات متنوعه، مش هنتشابه. تعالى نجيبها لك احنا علينا احنا. انت مثلا وعمامك، ليك عمام بدل من العم 2 و3 و4. بيتكو عاداته وتقاليده ولبسه وحياته اسلوبه نفس بيت عمك ولا يختلف؟ رد عليا. يختلف. اذا برضو الحضارات تختلف في ثقافاتها اللي هي هويتها، اللي هي بتعبر عنها، اللي هي عاداتها وتقاليدها. يعني مثلا تعال نروح لاول عادات وتقاليد خصوصا في قاره اسيا، ونخش على دولتين زي اليابان وكوريا الجنوبيه. عندهم عاده شهيره جدا وبنشوفها في الافلام اللي بتجيبها لنا كوريا والافلام الكوريه واليابانيه والكلام ده كله، ان دايما عندهم عاده الانحناء بالراس، وتفضل كل شويه اماله بالراس، اماله بالراس. ده الانحناء بالراس دي يعتبر عاده من عادات الشعب الكوري والياباني. الدولتين دول عاده عندهم ثابته، والصينيين كمان، بس بالاكثر وبالاخص هي اليابان وكوريا. هي عاده ايه؟ الانحناء في التحيه. لكن احنا عندنا السلام عليكم، صح ولا لا؟ احنا مختلف خالص. هم انحناء، احنا بنعتبر ان الانحناء ده حرام. خد بالك معلومه، احنا نعتبر ان الانحناء ده حرام، لان الانحناء انت ما بتنحنيش الا لله عز وجل في صلاتك. فهم لا، عندهم الانحناء ده تحيه رسميه عندهم في اي مجال بقى. انت
رايح الوظيفه الفلانيه، رايح تسلم على عمك فلان، خالك فلان، بتقابله جوزها الكلام ده. طيب، يبقى تعبير عن الاحترام والتقدير، وده بيعبر عن المواقف بتاعتهم سواء اجتماعيه او رسميه، في وزاره، في رئاسه، في مثلا في حياه يوميه كده، راح لعمك راح لخالك، هو ده طريقه السلام بتاعهم، مش السلام عليكم اللي هي في الحضاره الاسلاميه. لكن عادة وتقاليد في اوروبا، عادة وتقاليد، يبقى كده احنا عرفنا ان العادة والتقاليد اللي في اسيا هو الانحناء، خصوصا في دولتي اليابان وكوريا. لكن الشعب الانجليزي بيقول لك لا، احنا بنحب ايه؟ الايس تي. انا بقول عليه ايس تي عشان مشروبه ساقع، اللي هو الشاي. يشرب كوبايه شاي، خصوصا بعد وجبه الظهر كده، بعد الظهر كده، بعد الظهيره لازم يقعد يتناول شاي، واي حد معدي عليه تعشر الشاي. هي كده. كلهم في الوقت ده شرب الشاي عاده. الشعب الانجليزي بالاخص اكتر شعب في اوروبا عنده عاده وتقاليد اللي هي شرب الشاي بعد الظهر. طيب، اما الاكلات يعني مش عارف يعني بصراحه جايبين لنا الاكلات دي بس اهو. الاكل ما بيخلوش يا ابني من الرز والعشب والكلام ده كله، بس اهم حاجه عندهم في كوريا الكيميتشي. طبعا انتوا عارفين الكيميتشي ولا مش عارفين؟ ولا انا هشرحها لكم، انا ماليش في الاكل. عارفين الكيميتشي؟ شفتوا الكيميتشي ده قبل كده اللي بيتعمل بعصايتين؟ لا ده غير السوشي. لا السوشي عصايتين صحيح. العصايتين دول كان اسمهم إيه؟ مش فاكر. بيسموهم كده اسمه فرنجي كده، مش عارف العصايتين دول. المهم يبقى مميزين الكوريين بالكيميتشي، طبق الكيميتشي. اكله عندهم احنا الحمد لله مشهورين بالمحشي. لا على فكره عكاوي الكشري. الكشري عشان عمك طارق ابو طارق. لا هو بالكشري، المحشي ده الشعب المصري الكشري. ايوه الكشري. ايه؟ لا فول. فول والطعميه. الفول والطعميه بيعملوها بره والكشري. كشري، بياكلوها في ليبيا وسوريا. الكشري ما بيعملوش بره. الكشري هندي اصلا. انا بتكلم والله انا اسمع عنه كشري هندي. بس الشعب المصري كشري مكرونه يا استاذ، مكرونه اكتر حاجه المشهور باشا. لا المكرونه ايطالي. لا انا عايز اسال حاجه، فرق يا جدعان. هي الفول والطعميه يعني. انا اعرف ان هي مشهوره بالفول والطعميه. ماشي ما هي سوريا بتفرق يعني فلافل من بتصدق ما خد بالك السوريين فعلا بيعملوا فلافل وفول وطعميه ومميزين فيه. عموما مالناش علاقه. دخلتونا في الاكلات، هو الدروس بقت في الاكلات، واحنا كده كده كنا في رمضان اصلا يعني. الحمد لله روح انت طبق الكيميتشي ده بتاع كوريا او السوشي الياباني. لكن بقى الايطالي بيتزا، خصوصا بقى انواع البيتزا المختلفه. اما الفرنسي طيب الكريبات، والكريب ده اصلا اكله فرنسيه. يعني لما تلاقي واحد كده يتفلسف عليك ويقول لك احنا هناكل كريب، اعرف ان هو دايما جاي من دوله فرنسا. والبيتزا معروفه ان اصلها ايطالي. يعني حاجه تافهه قوي يعني، مش عارف اصلا منهم لله اللي عمل المنهج. مين ده؟ واحد جاي من عربان السعيد علينا. كيميتشي ده لا. طيب الفنون، خد بالك الفنون بتكون عندهم على آلات وترية، زي مثلا ايه؟ زي عندنا بنسميها السمسمية والربابة في مصر. لكن هي الآلات الوترية دي ليها أوتار كده يا محمد، والطبول. وأكثر ناس بيعملوا الفنون دي هو الشعب الياباني والكوري والصيني والهندي في الرقصة الموحدة. الهندي تلاقي كده 500 واحد بيرقصوا نفس الرقصة وفي نفس الدقيقة بنفس الحركات، ما تعرفش بيعملوها ازاي. متدربين يا باشا. بس ده مثلا بتفرق عن الياباني والصيني والكوري. بتفرق في الرقصة. لكن هم الآلات الوترية. لا ايوه هم عندهم الآلات الوترية والطبول، ده دول مين؟ الصين واليابان وكوريا. لكن الهند الرقصة الشهيرة اللي بيرقصوها، يعني بتوع الصين مش بيرقصوا رقصة موحدة زي كده، ولكن يقدروا يعزفوا على آلات وترية، يقدروا يطبلوا بطبول. بدليل هقول لك على حاجة. لما عملنا افتتاح المتحف المصري القديم الكبير اللي اتعمل من كام شهر، ده في شهر 11، كنا جايبين فعلا هذا الكلام اللي هو عاوزين ناس بتعرف ترقص رقصات موحدة بالهند، عاوزين ناس تعرف تلعب على آلات وترية وطبول من الصين او من كوريا او من اليابان.
معروفه ماشي، فده تختلف. دول بيرقصوا لكن دول اللي بيطبلوا. ده حاجه. مين اللي بيطبل وبيعزف على آلات وتريه؟ الكوريين، الصينيين، اليابانيين. مين اللي بيرقصوا لهم؟ الهنود. ما اعرفش احنا هنستفاد ايه. المهم في رمضان ما بيفرقش معاهم دول يا عم محمد في رمضان ولا بعد رمضان. طيب اما بالنسبه للشعب اللي يعتبر اوروبي، القاره الاوروبيه طبعا مشهوره بالفنون بتاعتها برضه. خد بالك بتلاقي بقى الموسيقى السويسريه والسويديه والايطاليه، وبرضه بيبقى عندنا منهم ناس كتير جدا، ولو عايز تشوفهم بالاخص بتروح الغردقه وشرم وتلاقي منهم الناس دي. طيب وعموما انت في الحاجات دي مش هتستفاد اي حاجه غير الحرف التراثيه. يعني ولا بص انت تعرف طبق الكيميتشي وطبق السوشي بتاع مين والبيتزا بتاعت مين انا عن نفسي بعرف وانا بدل الكلام ده. الحرف التراثيه اكتر حاجه بقى تعبر، سيبنا من الفنون والقرف ده، تمام؟ اكتر حاجه تعبر عن الشعب هو الحرفه التراثيه اليدويه المشغوله دي اللي بتتشغل على الايد دي، بجد تعبير عن هويه اي شعب، عن ثقافه اي شعب، عن معتقد اي شعب، عن فن اي شعب، عن حياه اي شعب. ليه؟ التراث يعني احنا مثلا كنا مشهورين زمان بالفخار، واحنا اول ما عملنا الفخار ورق البرد، احنا اللي صنعنا الحاجات دي في الحضاره المصريه. لكن تعالوا نروح لاوروبا، اكتر حاجه عندهم في كوريا الرسم على الخشب. يرسم لك على الخشب بطريقه زي احنا. طب ايه؟ لا في اسيا، كوريا اسيا. فالرسم على الخشب في اسيا يعتبر تعبير عن فن من فنون الهويه الثقافيه، وهو الرسم على الخشب اللي بتعكس ثقافتهم وبتعبر عن حياتهم في كوريا. كمان الفخار اللي معمول في فيتنام، فخار غير فخارنا خالص، غير الطبق الفخار اللي انت بتحط فيه الطاجن بتاعك والكلام ده كله. لا، طب هو الفخار ده مميز في ايه؟ فخار فيتنام مميز مثلا عن فخار العراق، عن فخار مصر، عن فخار فينيقيا، عن اي فخار. احنا هنا في مصر طورنا وعملنا عجله الفخاري. عجله الفخراني ده اللي هو يقعد ويلف والعجله تلف كده حوالين منه ويصنع الفخار. هناك بيجيبوا الفخار كانه طين ويبداوا يشكلوه بايديهم، فيعتبر هم مميزين فيه ان هو يدوي، على عكسنا احنا كنا اخترعنا له عجله. والعجله دي انتقلت للحضارات الاخرى. ففخار فيتنام دي برضو يعتبر تعبير عن الحرف التراثيه في اسيا، فيتنام، دوله فيتنام. كمان الحرير، والحرير معروف ان هو هندي، ومش بس كده وصيني. تاخد حرير منين؟ من الهند. تجيب حرير منين؟ من الهند. اجود انواع الحرير فين؟ في الهند، بسبب مزارعهم الواسعه اللي عاملينها بس لخيوط الحرير. والصين، انا قلت الصين والهند بس الاخص الهندي، لان هقول لك الهند ليه. الهند اغلبيتهم بيلبسوه كساري وكمش عارف ايه، هو لبسهم ده الحرير الهندي. والصين بيلبسوه بس ملابسهم عاديه زينا، بس اجود مكان تجيب منه حرير هو الهند وبعدين الصين. طيب اما السجاد اليدوي اللي معمول فين؟ في الهند برضو او في اليابان. يبقى كده احنا عرفنا ان الحرير بنجيبه من الهند والصين، اما السجاد من الهند واليابان. فانا كده فالهند اشتركت في السجاد وكمان في الحرير. في بقى ناس بتمارس في اوروبا الرسم على الخشب، خصوصا الدول الاسكندنافيه اللي هي زي النرويج، السويد، الدنمارك. طيب دول برضه بيرسموا على الخشب. وفي بعض من دول شرق اوروبا زي مثلا لو جينا نبص عليها زي اوكرانيا، دي شرق اوروبا، زي مثلا تركيا شرق اوروبا. فكل ده برضه بيرسم على الخشب. طيب فخار موجود في اسبانيا، في اوروبا موجود فين الفخار؟ في اسبانيا. اما الزجاج نفسه والماده الخام اللي احنا بنبعتها لايطاليا، فبيتصنع الزجاج في ايطاليا. اظن الدرس ده في اخر حته كده في الحاله الثقافيه
ممله وبارده وحاجه كميه الرضاعه.